موضوع الأمازيغية. في عام 1980 تعرفون أنه صار ما سمي آنذاك بالربيع البربري. عيط لي الشاذلي الله يرحمه ويوسع عليه، قال يا محدين وش البربري هذه نحي له جد البربري هذه الرومان داروها احنا بربر وما بربر. قلت له الشاذلي ولكن نحي وانا انا انسان طبيب يعني ما عنديش. قال لي دبر راسك القول يحل. طبعا كإنسان ملتزم بالعمل بتاعي كمستشار للرئيس خممت وعملت مجموعة عمل ضمت عثمان سعدي، موسى القبال، عبد المجيد مزيان، مجموعة عمل جلسة حول الرئيس الشاذلي من جديد، وبديت أن أناقشهم كأنني صحافي والرئيس يسمع ما علقش بأي كلمة بدون دخول في تفاصيل كثيرة جدا. طرح السؤال ما الذي يمكن أن يوضع أو يستعمل مكان كلمة البربرية؟ طرحت الأسئلة. قال لك المنطقة كانت تسمى لوبيا، المنطقة اللوبية، فاحنا نعتبرها كلمة بدل البربرية اللوبية. قلنا ستوب، ما يمكنش نستعمل كلمة اللوبية لأنه كان بلد اسمه ليبيا وكان مشاكل اليونان مع مقدونيا والاسم بعدونا. طرح قضية أخرى، نستعمل كلمة النوميدية. قال عوض البربرية النوميدية، قال لك ستوب، لكن كان عندنا شرشال، كان موريتانيا القيصرية، وكان هجار، والنوميديا لا يمكن أن تغطي هذه المنطقة. هنا جت الفكرة بتاع عثمان في موضوع الأمازيغية، إنه الكلام اللي كان جاء في عن ابن خلدون إنه سكان المنطقة أبناء مسيغ، ابن كنعان، ابن كذا، وهكذا ولدت فكرة استعمال كلمة الأمازيغية بدلا من البربرية. والرئيس الشاذلي الله يرحمه قال لمحدين من الآن فصاعدا انشر هذه الكلمة، وهكذا نشرت كلمة الأمازيغية للأمانة باش تكونوا عارفين التاريخ. النقطة الثانية التعبير نتاع نحن أمازيغ عربنا الإسلام، هذا ليس قانونا وماهوش أوردر دو ميسيون، ماهوش حتى حاجة. هذه نقطة كان الشيخ الغزالي الله يرحمه يقصر مع الشاذلي، قال له يا سيادة الرئيس احنا فراعنة عربنا الإسلام، قال له حتى احنا أمازيغ عربنا الإسلام. هذا مكان، فإذا لا تعطوا الأمور أكثر من قدرها. شكرا. موقف الدكتور رحمه الله عثمان سعدي من القضية الأمازيغية عمره ما كان ضد الأمازيغية، عمره ما كان ضد الأمازيغية. قالها في هذا الكتاب معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية. كلامه صواب. لماذا؟ لأن الأمازيغية اقترضت الكثير من الكلمات، الكثير من المصطلحات من اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ابنته الكبيرة، طبعا لم أحضر كلمة، سأتكلم ارتجاليا عن والدي. فكان هو نعم الوالد. فبعد وفاة والدتي لمدة 25 سنة كان هو محل والدي ووالدتي، وعلمنا مبادئ الحب والإتقان في العمل وحب اللغة وحب الدين وحب الأرض، وعلمنا الإتقان والضمير في كل شيء. فأنا طبيبة بمهنتي، وكان يقول لي رب امرئ كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء عندما يعمل عملا فيجب أن يتقنه دائما، وأن يكون خلفه دائما رقابة الله ومحبة الله ومحبة الإنسان. فهو كان يعشق الجزائر ويعشق اللغة ويعشق الدين، وكان دائما حريصا على وحدة البلاد، وهذا ما علمنا عليه دائما.